حوار مجتمعي حقيقي مع مؤسسه الازهر، لانه ما فيش اي مؤسسه في مصر دلوقتي تقدر تضغط عليها او تغيرها. سؤال يا محمود، قعدنا قبل كده وصلنا ليه؟ اعتقد ان يعني هو الازهر الشريف عمل اكتر من جلسه وعمل اكتر من حوار مجتمعي. انا من وجهه نظري الاوليه عن تجديد الخطاب الديني ان الاصل واحد اعاده تعريف مفهوم التجديد اللي احنا عايزينه، اثنين اعاده تعريف مفهوم التنوير اللي محمود بيتكلم عليه، ثلاثه الطريقه المثلى لطرحه. لان اللي حصل ايه في السنه ونص اللي فاتوا بكل وضوح، الدولة المصرية قدمت مجموعة من الدعاة الجدد او الشيوخ الجدد على باعتبار ان هم المجددين واصحاب المفهوم الجديد للخطاب الديني، لكن للاسف الشديد ما شفناش ده انعكاسه على الشارع. اثنين، وزارة الاوقاف المصرية سلكت عدد من او اتخذت عدد من القرارات المختلفة من القرارات المختلفة تحت مسمى الخطاب الديني، فقدمتها للمجتمع ان انا بجدد خطاب ديني وبنفذ تكليفات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فترتب عليه ان عملنا حاجه اسمها الخطبه الموحده. فخرج الازهر الشريف قال انا ضد الخطبه الموحده. فوصلنا في النهايه ان مؤسستين بالاساس دينيتين محسوبتين على صناعه القرار الديني في الدوله، الاثنين رافعين شعار تجديد الخطاب الديني، لكن ده بيسلك طريق وده بيسلك طريق مدور، والاثنين في الاخر وصلونا لمرحله ايه؟ ان احنا كناس مراقبين انه يا جماعه هو ايه مفهوم التجديد؟ مفيش اجابه. وايه مفهوم التنوير اللي انت بتقول عليه؟ مفيش اجابه. ثلاثه، طيب ظهر زي ما كان محمود بيتكلم من شويه عدد من التنويريين والمجددين فترات سابقه، وفي فترات لاحقه قبل شهرين قبل سنه قبل سنتين، نموذج اسلام بحيري. فخرج اسلام بحيري او قدم اسلام بحيري نفسه في فتره من الفترات على انه مجدد ومنور، وانه يبحث في الكتب والاصول الاسلاميه ويفتش فيها ويعيد تقديم ما هو طيب وما هو غير طيب. فبالتالي قوبل هذا الامر بمناظرات شفناها في التلفزيون وانتهى الامر الى انه اسلام دلوقتي المناظرات في حد ذاتها ما فيهاش مشكله. مفيش مشكله. انتهى الامر دلوقتي انتهى الامر دلوقتي الى انه اسلام موجود في السجن. السؤال الذي لم يجب عنه حتى الان، هل الاسلام مخطئ ولا لا؟ واحد. اثنين، هل الاسلام ليس صوره للتجديد الخطاب الديني ولا لا؟ ثلاثه، ان لم يكن الاسلام صوره لتجديد الخطاب الديني، ايه هي الصوره المثلى عشان نقول على فكره يا جماعه الموديل ده مهم جدا في تجديد الخطاب الديني والنموذج ده؟ حضرتك عايز مين يجاوبك على الاسئله دي؟ على الاقل القائم على صناعه او على دائره القرار الديني في البلد مؤسسه الازهر الشريف مؤسسه. وده هيخلينا نطرح سؤال تاني، لما تطلع توصيه من توصيات وضع اسس لتطوير الخطاب الديني، مين الجهه بقى اللي هتنفذ لي التوصيه؟ مؤسسه الازهر، المفترض مؤسسه الازهر. وعشان كده لو التجديد في لجنه من مؤسسه الازهر لازم تكون معنيه بتطبيق هذه التوصيه. في كل الاحوال احنا محتاجين مؤسسه الازهر تعريف المفهوم بالاساس، نحدد المفهوم وبعدين نتكلم. ما هو اللي يحدد المفهوم مؤسسه الازهر. احنا بنطالب انه التجديد مش هنقدر احنا نفرضه على الازهر. يعني في كل التوصيات اللي حصلت كان حاصل حوار ما بين الشباب وبين رئيس الجمهوريه، وده اعلى سلطه يعني سياسيه موجوده في البلد. هل احنا ما نقدرش نعمل نفس الفكره مع الازهر؟ ده سؤال. الازهر لو مش هو عايز يعمل التجديد من داخله، احنا مش هنقدر نفرض عليه اي حاجه، ومحدش يقدر يفرض عليه اي حاجه. هو صاحب القرار في المساله دي. لا رئيس الجمهوريه راح مره واثنين وثلاثه وطالب، وكل مؤسسات الدوله طلبت. بس هو احنا ولكن في النهايه بنلاقي المشكله في حاجه برضه انا عايزه اشرك استاذ طارق فيها، ولكن هو طبعا واضح ان النقطه دي نقطه ثريه جدا الجزئيه دي، فبتاخد مننا وقت في النقاش. هو احنا بنتعامل مع الازهر الشريف على انه هو كتله واحده. انا عندي شيخ الازهر الشريف وعندي رئيس جامعه الازهر وعندي في تحت شيخ الازهر قيادات. هو هنا السؤال، هل كل قيادات الازهر الشريف على قلب رجل واحد من ملف او من عنوان تجديد الخطاب الديني؟ بلاش. هل كل قيادات الازهر الشريف، اساتذه جامعه الازهر، شيوخ يعني العلماء الازهر، هل كلهم نظرتهم للمنهج المتبع لتجديد الخطاب الديني واحده، ولا كل واحد ماشي في طريق؟ ما هي دي مشكله. انا بتعامل مع الازهر على انه مؤسسه، لا، الازهر مؤسسه لكن جواها في افكار وانماط ومناهج. الازهر جامع وجامع والازهر الشريف يعني الحقيقه انه المساله لا تتعلق بالخطاب الديني فحسب، وانما تنقيح المناهج. احنا بنبص على المناهج اللي بياخدها الاطفال في المعاهد الازهريه، هنجد فيها مشاكل كثيره، وهنجد فيها اعداد مش لدعاة، في احيانا اعداد لمتطرفين. واحنا بنشوف عدد المتطرفين اللي بيخرجوا من جامعة الازهر وبيظهر التطرف بشكل كبير. يمكن كان احد المكامن الرئيسية كان للخلايا جماعة الاخوان كانت موجودة في جامعة الازهر، وهناك الخلايا اللي كانت مساهمة بشكل اساسي
خليه الشاطئ سميت والنائب العام في النائب العام فالنهارده المساله مش متعلقه بس ان احنا ازاي نعد دعاه او نعيد، لان فعلا احنا بقى في حاجات بنرددها اعلاميا بدون فهم دقيق يعني ايه خطاب ديني، يعني ايه اجدد خطاب ديني، وده في اعتقادي مهم قوي في فهم هذا المعنى وبالتالي وضع خطه او تصور لتنفيذه. لكن انا النهارده لغايه اللحظه دي مفيش حاجه ممسوكه في تجديد الخطاب الديني. بنجد انه العمل الدعوي تحول الى عمل وظيفي اكتر واختفى فيه فكرة التنقيح وانما التلقين والنقل من فلان الى فلان. والحقيقة انه ده حاجة